السلام عليكم اخواتاتي حبيباتي متتبعاتي الغاليات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم غالياتي راح يكون اول درس في سلسلة مملحات كدورة مجانية عن بعد لاصحاب المشاريع ولا اللي تبغي تخدم لدارها بلا ما تكوموندي، يعني ليها ولا لمناسباتها، ولا تبغي تبدا مشروعها راه جاي الصيف والمناسبات. ما عليك غير تشري ميزان وتبداي معايا تغتنمي الفرصة في شهر رمضان وتطبقي ومنها تتعلمي. قاع ولا ما عندكش ميزان راح نعطيها لكم بالكيلة به أي وحدة تقدر تخدم، ولكن في المشاريع لازم ميزان. المهم اللي بغات تتعلم نتاع الصح تتبع الفيديو من الاول للاخير وترفد النصائح في راسها، وكي تطبق وتنجح معها تسجلها في كراسها ما تبحرلهاش. المهم ما نطولش عليكم بزاف الشيرات. اول درس راح يكون اللي مينيكيش بالدجاج، يجو بنان مشخشخين من الداخل بنان. هذا مكان انا نعطيكم كمية صغيرة والكمية الكبيرة تلقاوها في صندوق الوصف للمشاريع والمناسبات. أول حاجة هي العجينة. أصحاب المشاريع قلنا لازمكم ميزان مشي بالكيل باه تقيموا كل شيء. راح نخدموا في الأشوار، مكاش اللي ما عندهاش هاد الأشوار نتاع الحديد، وإذا كانت كمية كبيرة اخدمي بالعجانة بالكا ولا بيديك. إذا ما كانش عندك عجانة عادي تقدري تخدميها بيديك. عندي 250 غرام نتاع فارينة اللي هي 2 كيسان، وكل كاس ناقص 1 سنتيم. نفرغها في الأشوار ونزيد عليها 125 غرام تاع زبدة طرية اللي هي ربع العلبة نتاع 500 غرام. العلبة هذه تاع 500 غرام قسميها على 4 ودي وحدة منها يعني الربع، وإذا عندك الصغيرة تاع 250 غرام اقسميها على 2 ودي نصها. المهم الزبدة والفارينة مع بعض في الأشوار وزيدي عليهم ملعقة صغيرة نتاع ملح اللي هي 5 غرام، ونغلق الأشوار ونشغل 2 دقائق غير تتبسس الفارينة تاعي بالزبدة نطفي. ها هي بعد ما تبست لاحظوا هنايا نضيفوا الإضافات، يعني هادو اختياريين. درت شوية تاع توم بودرة وشوية أعشاب عطرية، ونزيد 50 مليلتر نتاع ماء اللي هي ربع كاس. نفرغها على ضربة، راهي وصفة مضبوطة الشيرات وناجحة 100%. ونغلق الأشوار ونشغل دورة ولا 2 غير تحسي الأشوار ثقال يعني ولا كتلة تعرفيها باللي تعجنت. هنايا صاي طفي ولا لي عجينة متماسكة ما شاء الله وراهي جاهزة. هذا مكان هنايا تبغوا تخلوها تريح خلوها، أنا دائما مقلقة نخدم مباشرة. المهم نحيها بالعقل بالكم تجرحوا يديكم من هادوك الماس. ونوصيكم العجينة ما تكتروش عليها العجن لأنه راه فيها الماء، غير تحسي الأشوار تاعك ثقل يعني ولات كتلة صاي حبسيها راهي تكتلت لداخل. حسبي يا ربي دقيقة ولا 2. هاد الكمية لأصحاب المشاريع ولا المناسبات ولا للدار كيفاش تعرفي دروك عدد الحبات؟ مثلا جاتك طلبية ولا عندك مناسبة تاع 10 من الناس ولا 20 حبة، ولا يعني هنا كيف تعرفي عدد الحبات بلا ما يجيك بالزايد ولا ناقص. هنايا تجمعي المكونات راهم بالغرام الشيرات. الفارينة 250، الزبدة 125 والملح 5 غرام والماء 50 غرام. كي تجمعيهم مع بعض تلقايهم 430 غرام. هذاك هو مجموع العجين، على هذاك نقول لكم الميزان الشيرات. لاحظوا راهي مضبوطة خرجت سوا سوا. ركزوا معايا بالنسبة لليمول، كاين هذا السامبل وكاين اللي مبرج اللي شاركتهم معاكم من قبل. وليمول هادو القطر نتاعهم 8 سنتيم، وكاين هادو للقطر نتاعهم 5 سنتيم. القطر قصدي من فوق الشيرات ماشي في القاعدة، والعلو نتاعهم راه كيف كيف العلو 2 سنتيم. هنا اذا كنتو راح ديروهم مشاريع لي فوندو تارت فارغين ديريهم في الكبار اللي القطر نتاعهم 8 سنتيم، لانه تاع الدار راح يجوا شويه كبار، يعني ماشي كبار كبار متوسطين، وكاين اللي كبار على هاك. هادو المتوسطين هما الشايعين بزاف، وكاين هادو الصغار.
نعاود لكم، إذا بغيتوا مشروع يعني ويكونوا فارغين لازم ديروا المتوسطين اللي القطر نتاعهم 8 سنتيم، لأنه اللي يشيروهم باينة رايحين يديروهم للدار ويعمروهم ويكونوا يعمروا يعني شوية العين وما يدولهمش الحشو بزاف، يعني ديروهم فيه هادو ولا مبرجين عادي. أما إذا كانت طلبية للمناسبات خطوبة عيد ميلاد نجاح المهم أي مناسبة هنا يعني راح يكوموندوهم معمرين وهادوك لازم تخدموهم في هادو الصغار باه ما تديلكمش لافاقس بزاف وما تجيش غالية على الزبونة وتجي في المعقول. صاي مفهوم الشيرات. المهم هنايا إذا كنتوا راح تخدموا في نتاع 8 سنتيم قسموا العجينة على 35 بمعنى راح تجي في المول 35 غرام يعني في المول الواحد تجيك حوالي 12 حبة. إذا كنتي راح تديريهم في الصغار قسمي على 30 يعني 30 غرام في المول راح تجيك 14 حبة. هكا تولي تعرفي عدد الحبات الحساب تاعك قبل ما تعجني من الاول تعرفي الحساب نتاعك شحال راكي راح ديري من حبه يعني غير من الميزان برك وتعرفوا لانه العجينه من الاحسن نوزنوها كرات ونخدموها في المول احسن من اللي نضل نحل وكل مره نحل العجين ونطبع ونعاود نلم راح ندلك العجين تاعي هكذاك ومش راح تقدر لي حتى الحساب. المهم انا راح نخلط لكم درت لكم حبات هاك وحبات هاك يعني جاوني 6 كبار ماشي كبار المتوسطين هادوك تاع 8 سنتيم و7 صغار مع شويه عجين زايد. هذاك العجين زايد غادي نطلع به الحبات باه نحي الزايد وتجيني الحبه مفينيه يعني درت 6 حبات بوزن 35 و7 حبات بوزن 30 غرام ونمشي العجين على المول نتاعه بهذه الطريقه. ركزوا على القاعده الشيلات ما تخلوهاش خشينه بزاف ومش رقيقه بزاف اللي تتكسر هكذا ونطلع على الجناب نطلعوه بالزيت حوالي 1 مليمتر عفوا هكذاك تكون طالعه باه نحيها بالموس وتجيني مفينيه. بعد كي نطلعها هكذا نحيها بالموس غير خفيف ظريف هكذا غير شويه باه تجي مفينيه ونكمل نبقى مفيني بالسكين باه ما يجيش قلنا مزيقزاقي من الفوق وتقدري غير بيديك وتفيني ماشي شرط بالموس. وهاهي بعد ما كملت راح نطيب هادو الكبار فارغين راح نمدلكم على طريقتين الشيرات هادو نطيبهم بهم بالحشو وهادو الفارغين يعني راح يكونوا كيما الجاهزين. المهم راني شاعله الكوشه انا نشكهم بالفرشيطه وندخل للفرن يطيبوا وهادو غادي نحطهم انايا من بعد نعمرهم ونطيبوهم يعني مش راح نطيبهم مع بعض. المهم لازم يطيبوا شويه بيضين من الفوق باه نتيا ولا الزبونه تقدروا تعاودوا ترجعوهم يطيبوا ما تحمروهمش بزاف. الشيرات دوك نتوما كي عرفتوا العجين شحال يقطع لكم من حبه من خلال الميزان والقطر نتاع المول دروك ننتقلوا للحشو. كيفاش تعرفوا الحشو شحال ديروا باه ما يجيكمش لا بالزائد لا بالناقص. بالنسبة للحشو الشيرات دائما نتخيل في راسي باللي هذا المول اللي فيه 8 سنتيم إذا خدمتي فيه راح يرفد لي 20 غرام تاع اللحم والصغير راح يرفد لي 17 غرام. هذه قاعدة ديريها في راسك. هنايا إلا كنتي راح ديري في الكبير تضربي وزن الحشو اللي هو 20 غرام تضربيه في عدد الحبات مثلا أنا عندي 6 حبات كبار كي تضربي 6 في 20 تعطيني 120 إذن هذيك 120 هي وزن اللحم اللي نحتاجه باه نعمر هذوك 6 حبات كبار. مفهوم الشيرات. والصغير يرفد قلنا 17 غرام تاع اللحم نضربهم في 7 اللي هما عدد الحبات تولي تقريب 120 يعني هي تجيك 119 بصح حنا نقولوا 120 اذا 120 وال120 تعطيني 240 حنايا دائما نديروا 250 زياده خير من النقصان. المهم دوك صاي تولوا تعرفوا العجين واللحم اي طلبيه تجيكم ولا مناسبه تكونوا عارفين الحساب والكميه. وهنايا هاهم في نص الطياب نعاود نخرجهم ونهبط هادو اللي يعني تلقاوها في الوسط شويه رايحين ينتفخوا هبطوهم في نص الطياب ما تخليهمش حتى ينشفوا هكذا نهبطهم بالمول هذا تاع المهراز ونزيد كي نهبطهم نعاود نشكهم بالفرشيطه باه هادوك الثقوب اللي نغلقوا لي كي كنت نهبط فيهم نعاود نفتحهم ونرجعهم يطيبوا تاني من تحت حمروهم ومن الفوق معليش ما تحمروهمش
وهاهم بعد ما طابوا طيبتهم انايا قلت لكم صفرين تقريب بيضين، ما تحمروهمش بزاف، طايبين بصح مشي محمرين، يعني ما تزيدوش للنار، خلوها تطيب غير في المعقول. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نحيهم ونحطهم بجهة يبردوا على اساس انكم خدمتوهم من قبل وكنتم كونجلينهم. اذا كنتم كونجلينهم الشيرات خلوهم يدي كونجلاو من بعد نكملوا الخدمة. دوك نمروا للحشو. بعد ما حسبناه قلنا نحتاجو 250 غرام. تبغوا لحم مرحي ولا صدر دجاج مرحي كيف الشيرات. هنايا في كل 100 غرام تاع دجاج ديروا ملعقة كبيرة تاع بصل مرحي. اذا في 250 غرام نديروا 2 ملاعق ونصف نتاع بصل مرحي. ونحتاجو حرور وملح وتوابل الدجاج، هذا غادي ندير انايا. ونحتاجو شوية نتاع زبدة، تقدروا ديروا غير الزيت. نحط الماغارين انايا في مقلة تذوب ونزيد عليها الزيت ونفرغ معاها البصل هنا الشيرات من الاحسن ديروا فيه فص تاع توم، انا راني نسيته. نقلي حتى يتكرمل، ما ديرولهش الملح باه ما يطلقش الماء. شوفوا الشيرات اللي كيش من قبل كانوا يطيبوا لهم الصدر نتاع الدجاج بصوص بيضة ومن بعد يفتوه ولا يطحنوه ومن بعد يضيفوه يعمروا لكيش نتاوعهم، بصح ما يجيش بنين كيما تقلوه هكذا في المقلاة. مؤخرا راهم في الورشات في الدورات راهم يقلوه يجي بنين اكثر واكثر. وانتي اذا بغيتي يعني تنقصي على روحك قاع هذا التعب، تقدري مثلا في رمضان هكا طيبي هذيك السردة تاعك تاع الدجاج تبني بها المرق نتاعك مثلا في الجلبان ولا حمص، والدجاج هذا كي يطيب تجبديه وفتيه وخدمي به لكيش نتاعك. هنا لك الاختيار، يا كيف برك المقلي يجي بنين على تاع لاصوص. انا يا خدمت لكم على طريقة الدورات الشيرات. لاحظوا بعد ما تكرمل هنايا نضيفوا كمية الدجاج ونبقى نقلي على نار شوية زايدة. الدجاج هنايا راه ما فيهش الروح دوك بالخف يطيب، ونزيدوا الملح والتوابل ونبقى نقلي حتى يطيب. وكي يطيب نحيه ونزيد له معدنوس مقطع ونحطها بجهة. وقلت لكم غادي ندير لكم تشيرات طريقتين. ودروك نروحوا للخلطة. في صحن درت علبة نتاع ياغورت ناتور، تقدروا تعوضوها بنص كاس كريمة الطبخ، انا درتها لكم اقتصادية به اي وحدة ما تتعجزش عليها. ونزيد عليها حبة نتاع بيض كبيرة، ونزيد الملح ما تكتروش بزاف شيرات، ديروا غير شوية، ديروا حساب تاع الفرماج راه مالح. ونزيد ملعقة كبيرة نتاع فرماج اي نوع تبغوه، تارتيني ولا مثلثات كيما تبغي، يعني مثلثات قطعيه صغير ولا مبشور نتاع البيتزا ولا شف، لكم الاختيار، تبغوا تكتروا تنقصوا هنا ترجع ليكم. واكيد هي البنه قاع في الفرماج. انا درت غير ملعقه من الفرماج تاع البيدو ونضرب بالفرشيطه، وزدت انايا 2 ملاعق تاع حليب، 2 ملاعق كبار نتاع حليب، ونضرب بالفرشيطه. لازم هذا وين الشيرات يجي شويه ثقيل. ونجيب هذا لي فوندو تاخت تاوعي الجاهزين اللي تكونوا ديكونجليتوهم الا كنتم مكونجلينهم، ستفهم في البلان نرجعهم فيه. انا نحيتهم غير باه نوضح لكم فقط. هادو ما يدوناش طياب بزاف شيرات، راهم طايبين والحشو راهو طايب، يعني يخص غير البيض نتاعي يطيب، والبيض راه ما فيهش العمر بالخف يطيب. هنايا نرفد الحشو ونعمر ملعقة في كل حبة، ما تعمروهمش بزاف، خلوا حق الخليط. ونرفد الخليط ومن الفوق هكا ونولي نفرغ هكذا نعمر كل الحبات. وحاولوا الشيرات ما تخلوهش يسيح لكم على الجناب، راه يفسد لكم الشكل تاع الحبه وزيد يلصقها لكم، يلصق لكم الحبه في البلا. بعدوهم على بعضهم، قلنا باه الحبه ما تلصقش مع اختها، وكذلك ما تخلوش يسيل باه ما يلصق لكمش في البلا لانه راه فيها البيض وتعرفوا باللي البيض يلصق. بعد ما عمرتهم نتشكي غير شويه هكا من الفوق باش السائل هذاك يهبط للوسط للحشو تحت، وندير من الفوق حبه تاع زيتون ولا طيبيها هكذاك لك الاختيار، ومن بعد تزينيها كيما تبغي. وندخلهم للفرن يكون شاعل غير من الفوق فقط، لانها راهي طايبه من تحت، حنا خصنا وتدي تحميره هي راهي طيب. نروح نوجد الخليط نتاع الكيش الثاني، تقريبا نفس الوصفة نعملها بكريمة الطبخ أو ياغورت طبيعي. أنا هنا ندير نص علبة نتاع ياغورت
نديرها هذيك نص علبة نديرها حليب، لأنه رانا باغيين الخليط تاعنا يكون جاري، يعني موش كيما الأول ما يديناش طياب بزاف، على هذاك ما جريناهش. ونزيد حبة نتاع بيض، ملعقة كبيرة فورماج طارتيني، وزدت شوية فورماج نتاع بيتزا تبغوا رابي ولا قطع، يعني أي نوع إضافات هنا حسب ذوقكم. وشوية تاع ملح، نوصيكم ما تكتروش باه ما يجيكمش مالح. ونضرب كل شيء بالفرشيطة ولا بغا ميكسور كيما تبغي، ونضيف عليها الدجاج. هنا الدجاج نفرغوه مع الخليط باه يجينا مشمخ، لأنه هادو لي كيش راهم عجين الشيرات وراح يدو مدة طويلة في الفرن، وحنا باغيين الحشو تاعنا ما ينشفش، يبقى مشخشخ يعني مشمخ من داخل وطايب في آن واحد. وها هي لي كيش اللي خدمناهم يعني تاع الجاهزين لي فوندو تارت هذوك الجاهزين الواجدين، داو تحميرة. أنا نخليهم يبردوا يعني ونرفدهم، ما ترفدوهمش سخونين رايحين يتكسروا لكم، خلوهم حتى يبردوا ورفدوهم. وزيد انايا قلت لكم راهم لاصقين على جال كي قلت لكم ساحلي هذاك الخليط على جنب، نحطها بجهه تبرد ونعمر لي كيش نتاع العجين، نحطهم في الصينيه ونشكهم بالفرشيطه حاجه خفيفه فقط ما تكتروش، ونعمر الحشو ما تعمروش حتى للفوق. لاحظوا جات كذلك الحشو هذا جا حساب، وندخلهم للفرن مباشرة، ولا تبغوا تزينوا بحبة تاع الزيتون لكم الاختيار. هنا هذه أنا ندخلها للفرن تطيب من تحت فقط، خلوهم يطيبوا مليح مليح من تحت باه ما يجوش معجنين، خلوهم حوالي نص ساعة حتى 35 دقيقة فأكثر، يعني على حساب الفرن تاعك. المهم انتوما تلقاوهم يتحمروا على الجناب وينفصلوا من المول. هكذا بعد ما دخلتهم هما الفرن نرجع لهادوك الأولين اللي طابوا كي يبردوا، انا خليتهم حتى بردوا، ومن بعدها رفدت السنيوه تاعي حطيتها هنا كي راهم لاصقين. نتوما كي ما يلصقولكمش الشيرات تنحوهم بكل سهوله. انا كي لصقولي حميت سنيوه غير من تحت هكذا فوق النار باه الفرماج هذاك يطلق روحه، ومن بعدها عاونت بالكغاتواغ وليت نرفد ونحطهم في لي كيسات ولا اي عفسه عندكم، وندير لهم شويه نتاع معدنوس من الفوق للتزيين، ولا فرماج رابي ولا لكم الاختيار. لاحظوا يجوا هايلين من اروع ما يكون. نحطهم بجهه ونرجع لي كيش اللي دخلناهم عجين. لاحظوا راهم تحمروا، يعني كنت شعله لهم غير من تحت، راهم تحمروا على الجناب وتنحاو على المول. لاحظوا دوك نشعل لهم انايا غير من الفوق يدو تحميره خفيفه ونخرجهم. نزيد نقدم لكم الكاميرا، لاحظوا كيفاش انفاصلوا هنايا، معناها راهم طابوا من تحت وتحمروا. فقط نتوما كي تفرغوا الخليط الشيرات حاولوا تفرغوا غير في الوسط، ما تلحقوش الجناب هكذا باه ما تغنجقوش الجناب ويجون قايا. المهم نرجعهم للكوشه ونشعل من الفوق، وهادو هما ونحيهم من المول. لاحظوا يتنحوا بكل سهوله وراهم طايبين من الفوق ومن تحت. لاحظوا وهنايا التزيين بغيت انا نبدل لكم شويه، انا كيشتهم كيف كيف قلت نبدل لكم شويه باه تفرقوا بيناتهم. هنايا من الاحسن ما ديروش كاع الزيتون من الاول، الا كنت راح نديروا هذا التزيين يعني ما ديروش الزيتون. انا عمرت شويه تاع فرماج تاع البيدو، درته في لابوش ودرت وردات صغار من الفوق، ومن الفوق ندير ورقه تاع معدنوس على جنب وحبه زيتون ولا كورنيشون ولا طوماط سوريز، يعني هنايا لكم الاختيار، تزيين يرجع لكم. وهذه هي النتيجة، هادو نتاع الجاهزين وهادو اللي طابوا عجين بسم الله ما شاء الله. هادو هما ان شاء الله هيكون درس تاع اليوم مفهوم، ووحده ما تزيد تخمم في لي كيش. وبالنسبه لسعر البيع الشيرات تحسب سعر الدجاج، مره يطلع او مره يهبط، يعني المملحات ما عندهاش سعر ثابت لانه الدجاج راه كل شهر وكيفاه، وحسب التزيين كذلك. المهم نتوما حسبوا المكونات وراهم مكتوبين بالميزان، كل حاجة راهي بالميزان تعرفوا السعر تاعها شحال، وتضربوهم في 2 ولا 2.5، والنتيجة هذيك اللي تلقاوها قسموها على عدد الحبات، هذاك هو سعر الحبة.